ازاي تكوني أنثى مسلمة محترمة، عندك أخلاق ومبادئ قوية، متعلمة مثقفة، عايزة تغيري من نفسك دايما للأحسن، بتحبي الحياة وبتحبي يكون ليكي دور ورأي في المجتمع، عايزة ترضي ربنا، عايزة تنجحي في حياتك في الدنيا وفي الآخرة، والأهم ان يكون أول أهدافك انك انت تنجحي في حياة الآخرة. صدقيني لو أول حاجة انت مهتمية بيها ان انت تنجحي في حياة الآخرة، ربنا هيظبط لك حياتك في الدنيا لوحدها. لو اهتميتي برضا ربنا، ان انت عايزه ترضي ربنا وكل حاجه في حياتك بتعمليها الاول بتشوفي اذا كانت دي حلال ولا حرام، دي هترضي ربنا ولا لا، هتتظبط لوحدها لو انت بس ظبطتي اخرتك. ربنا عز وجل قال لنا: وهو انشأكم من الارض واستعمركم فيها. صدق يعني ربنا خلقنا في الارض عشان نعمر الارض، عشان نشتغل ونتعب، وعشان نعمل اسره طيبه، عشان ننجب ذريه صالحه، وعشان تقدري تعمري الارض وتحييها لازم تحيي نفسك الاول، لازم تغيري من نفسك الاول، لازم تصلحي من نفسك وتطوري منها، لازم تكوني سويه نفسيا عشان تقدري تربي اطفال سويه نفسيا. عشان تقدري تنجحي في المجتمع ده لازم تبدأي بنفسك. وانت عايزه كده تابعيني، وان شاء الله هعمل مجموعه فيديوهات هتعلمك ازاي تطوري من نفسك، وازاي تغيري من نفسك للاحسن، وازاي تهتمي بنفسك الاول.